السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة جلاش إنما سهلة جدا. بجد هيطلع مظبوط، والحشو بتاعه متماسك مش هيقع منه. يلا بينا نقول بسم الله ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. أول حاجة معايا هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة أنا معصجاها قبل ما اشتغل معاكم في الفيديو اختصارا للوقت. ومعايا نص كيلو من الجبنة الموتزاريلا. كمان معايا شوية سمنة دايبين كده زي ما انتوا شايفين. انا مستعملة هنا لفتين من الجلاش على قد الصينية بتاعتي. مقاسها 40 في 40. هحط الاول شوية سمنة في ارضية الصينية، وبعد كده هحط بقى الجلاش بتاعي. هحط كل طبقة ورقتين من الجلاش، هفردهم كده وهحط عليهم شوية سمنة. هكمل بقى انا الباقي لغاية لما اخلص اول لفة هحطها كده الطبقة الاولى للجلاش. بعد كده هفرد بقى اللحمة المفرومة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين هحط عليهم جبنة. الطريقة دي بتخلي الحشو بتاعنا يطلع متماسك ومظبوط جوه الورق بتاع الجلاش، وفي نفس الوقت لما تيجي تقدميه وتقطعيه وما يقعش منك ويتفرط كده ويبقى مبهدل في الطبق. هحط بقية اللحمة المفرومة زي ما انتوا شايفين وهوزعها كويس قوي على الصينية كلها، وارجع احط تاني طبقة جبنة. كده احنا حطينا طبقتين من الجبنة، واحدة من فوق وواحدة من تحت، هتبقى متماسكة معايا وماسكة في الجلاش كده، مش هتوقع الحشو بتاعنا. جربوا طريقتي دي وقولولي رأيكم في التعليقات. بعد كده هرجع بقى تاني واحط طبقات الجلاش بتاعتي. هحط برضو ورقتين من الجلاش وورقتين من الجلاش كده واغطيهم واظبط الحشو بتاعي جوه الجلاش كده. وبعدين هحط بقى السمنة واكمل بقية اللفة بتاعتي دي كده الطبقة التانية. بعد كده هقطع بقى الجلاش زي ما انتوا شايفين كده مربعات كبيرة، ممكن تعملي التقطيعة اللي انت عايزاها. طبعا هتحطيها في الفرن تتسخن شوية لغاية لما نعمل صوص التشريبة، وبنكون مسخنين الفرن لمدة ربع ساعة. بعدين هنعمل بقى مع بعض هنا صوص التشريبة بتاع الجلاش. معايا هنا بيضتين هنقلبهم كويس قوي مع بعض، وهزود عليهم كوبايتين من اللبن وارجع اقلبهم كويس مع البيض لغاية لما يختلطوا مع بعض كويس قوي. بعد كده هجيب نص معلقة من الفلفل والملح وعليهم نص معلقة من البيكنج باودر. بحط بيكنج باودر علشان يورق معايا الجلاش كده ويبقى طالع مظبوط. طبعا خطوة تسخين الجلاش قبل ما نحط عليه التشريبة بتاعتنا بيخليه يمتص الصوص اللي احنا بنعمله، وفي نفس الوقت بيطلع طعمه حلو جدا. بحط بقى صينية الجلاش بتاعتي في الرف اللي قبل الأخير من الفرن. أسيبها كده لغاية لما تتحمر من الجوانب، وبعد كده بشغل الشواية من فوق تاخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. بجد بيطلع مظبوط جدا. بصوا قد ايه الحشو متماسك جوه الجلاش وطعمه حلو ومورق من جوه كده ومظبوط. اتمنى من كل قلبي تكون وصفة النهاردة عجبتكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. اشوفكم على خير ان شاء الله.